اهلا بيكم حبايبي، فيديو جديد. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو جديد سهل جدا وبسيط. هنعمل مع بعض البقسماط. ساعات بنبقى صاحيين من النوم كده عايزين حاجه خفيفه نفطر بيها مع كوبايه شاي، فبنحتاج كده حاجه زي البقسماط يكون معانا كده موجود دايما في البيت. طبعا المشاكل اللي كانت بتواجهني دايما في البقسماط كنت بجربه كتير وفي الاخر بلاقيه يفشل وما ينفعش. فضلت وراه لحد ما عرفت ايه الخطوات اللي تتعمل. طبعا كنت بلاقي ان السمسم مثلا اجي احطه على البقسماط، الاقي البقسماط في حته والسمسم في حته تانية. كمان الاقي ان البقسماط طالع طري جدا واكله زي ما باكل عيش كده، ما باكلش بقسماط. الاقي كمان حجم البقسماطه كمان يعني حطاها كده رفيعه في الفرن، الاقيها كبرت وحجمها بقى ضخم جدا. فطبعا الحاجات دي كانت بتواجهني في البقسماط وانا بعمله، ففضلت وراه كذا مره اجربه لحد ما قدرت اوصل لنتيجه مرضيه وكويسه. اتمنى تكملي معايا الفيديو عشان كل الحاجات اللي انا قلت لك عليها دي لو بتواجهك وانت بتعملي البقسماط تعرفي الحل بتاعها ايه ويطلع معاكي حلو جدا زي اللي بنشتريه من بره. اتمنى تكملي معايا الفيديو للنهاية عشان تعرفي الطريقة ايه. يلا على طول على الطريقة. اول حاجة انا هجيب عندي نص كيلو من الدقيق، او تقدري تستخدمي كمية اقل زي ما انتي تحبي. كوبايتين من الدقيق ممكن برضو. هحط عليهم معلقتين كبار من السكر، هحط عليهم كمان معلقة كبيرة او كيس خميرة فورية، وهحط عندي رشة من الملح. هبدأ الأول أقلب المواد الجافة كده مع بعضها كويس، وبعدين هنزل عندي المية بنزل بيها تدريجي شوية بشوية. طبعا الجو حر دلوقتي، تقدري تستخدمي مية عادية جدا من الحنفية، لكن لو بتعمليها في الشتاء في جو بارد بتدفي المية شوية. بعد ما العجينة بتلم وبنزل بكمية المية المطلوبة، بنزل عادي بمعلقتين كبار من زيت ذرة عشان خاطر بس يبقى ريحته حلوة. هنا العجينة لسه بتلزق في ايدي كده، فاحتجت ان انا احط لها بس شوية دقيق صغيرين. طبعا هو الدقيق بيختلف من دقيق لدقيق، فممكن تلاقي انك انت محتاجة شوية دقيق فبتزودي شوية دقيق بس بشوية بشوية عشان خاطر بس العجينة ما تنشفش معاكي. بعد كده بدأت ان انا اضرب فيها بقى عادي بالعجان او تعمليها على الرخامة. انا برضو هنزلها على الرخامة وهختمها برضو تاني على الرخامة برضو كده، عجنها عجنتين حلوين عشان برضو تلم معايا اكتر واحسن. طبعا هي اللي بتلزق دلوقتي كويس انها بتلزق عشان خاطر تبقى طرية معاكي. وبعدين بتبداي انك انت تلميها كده بشويه دقيق بس على الرخامه، وتبداي انك انت تلميها كلها مع بعضها. طالما انها خلاص بقت كده ايديك نظيفه وطريه معاكي يبقى خلاص بقت زي الفل. انا هحطها بقى في البوله بس تقعد بس نص ساعه بكتير قوي، لان احنا مش عايزينها تتخمر قوي، لان احنا بنعمل بقسماط ما بنعملش عيش ولا قرص ولا الحاجات دي. احنا عايزين يبقى البقسماط بتاعنا ناشف شويه. جبت عندي بقى السمسم بتاعي اللي انا هحطه على البقسماط، حطيت عليه شويه ميه. لازمه الميه دي ايه؟ انها بتكبر لي حجم السمسميه شويه، فتلاقيها كده باينه في البقسماط بتاعي. ركنت السمسم على جنب، وتعالوا بقى نبدا في نعمل البقسماط بتاعنا. هطلع بقى العجينه. شوفي يعني انا سبتها بس ارتاحت شويه، ما بنسيبهاش تخمر زياده عن اللزوم. هبدا اخد بقى العجينه كده على جنب، وهجيب كيس عشان خاطر طبعا لازم اغطي العجينه عشان وشها ما ينشفش معايا. باخد الجزء اللي انا عايزاه بطلعه، والباقي بقوم مغطياه بالكيس. ببدا ان انا اخد بقى قطعه كده على قد صباع البقسماط. لو كبر شويه عادي بقصيه مفيش مشكله، او خدي المقاس اللي انت عايزاه. وباخد من جوه لبره لحد ما يوصل لي الحجم اللي انا عايزاه، وبعدين بحطه في السمسم بتاعي، بغلفه بالسمسم كله. بجيب عندي بقى صاج، ممكن تديني بس دهنه بسيطه خالص من الزيت، وبتحطي صابع البقسماط بتاعك بالشكل ده. ناخد واحد كمان اهو نعمله بنفس الطريقه. انا بحط بس شويه دقيق جنبي كده عشان لو هي بتلزق في ايديا تساعدني بس ان انا اعرف افرده. ما بحطش دقيق على الرخامه عشان خاطر اعرف ابرم الصابع بتاعي. كمان يعني ايه، حاولي انك انت تظبطي ايدك شويه. يعني لو انت ظبطيه عن ايديا يبقى انت شاطره. انا على قد ما قدرت كنت بحاول ان انا اخلي الصابع كده. طبعا مش عايزينه برضو يكون تخين علشان خاطر هو كمان ما بيخش الفرن حجمه بيكبر شويه، ومش عايزينه رفيع قوي برضو علشان خاطر ما يتحرقش في الفرن وينشف.
فهو خير الامور كده الوسط. بصوا احنا ممكن نعمل بقى شكل تاني كمان، هنعمل شكل الكحكة كده. انا لقيتها كبيرة شوية بقصها، وببدأ ان انا اخد الجزء دوت وبقفله على بعضه كده. بصوا بيبقى تحفة يا جماعة الشكل ده، شكل الكحكاية صغيرة كده. هحطها برضو في السمسم عشان برضو تتغلف من كل حتة بالشكل ده. تقدري انك انتي تعملي الحجم الصغير ده، او نعمل مع بعض حجم اكبر شوية، يعني الحجم اللي انتي حباه. العجينة معانا تحت امرنا، نعمل الشكل اللي احنا عايزينه. عجينة تحفة جميلة، بصوا ناعمة معايا بتطوعني وبتتفرد معايا بسهولة. طبعا هي عشان مرتاحة كويس، والعجينة عجنينها كويس، عشان كده بتلاقيها مظبوطة معاكي. طبعا لو هي مش مظبوطة بتلاقي كل ما تيجي تفرديها تلاقيها بتكش معاكي تاني وتلم معاكي، ده معناه انها مش مرتاحة. عملت الصاج بتاعي كله اهو بالشكل ده. هسيبه بس 5 دقايق وهدخله الفرن. احنا ما بنسيبوش يخمر، احنا بنسيبه بس يرتاح بس 5 دقايق كده، لان هو بعد كده بيخش الفرن فبيكمل تخميره جوه الفرن. سيبته بس مجرد يعني تلت ساعة بالكتير، وشغلت عليه الشواية اخر 5 دقايق. اول ما بنطلعه طبعا من الفرن بيبقى طري، بيبقى لسه طري شوية، لانه هو برضو بيبقى يعني عجينة وكده. لما بتسيبيه بقى شوية، انا سبته لتاني يوم، يعني كنت بعمله بالليل لتاني يوم كده على الرخامة زي ما هو. بصوا بيتكسر معايا وناشف وحلو جدا. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى ان الفيديو يكون عجبك، اتمنى انك تكوني استفدتي وتجربي وتقولي رايك ايه. ولو ليكي اسئله او تعليق اكتبيها لي على قناه نانا تشانل. اشوفكم فيديوهات تانية ان شاء الله على خير. باي باي.